السلام عليكم. اليوم نحكي لكم قصة صارت في الكويت، قصة حقيقية وقريبة من الخيال. الناس كاين بزاف اللي ما امنوهاش، بصح هي قصة واقعية وصارت في الكويت في عام 1976. هذه القصة تحكي على واحدة المغنية كتغني في الأعراس، في الكويت هذاك الوقت، وكانت مشهورة بزاف هذاك الوقت. كانت لمن صح شكون اللي تقدر تروح ليه وشكون اللي يقدر يجيبها عنده في العرس تاعو. بصح واحد النهار هذيك المغنية كما كل يوم كما اي مرة يجي ليها انسان ولا انسانة يقول لها عندي عرس وتجي تغني عندي، لكن هذه المرة جاتها مرة ماشي كما كل المرات. المرة هذه جات قالت لها باللي انا من المعجبات تاعك وعندي بنتي من المعجبات تاعك اللي ما تقدرش تبقى بلا ما تسمعك، لازم تجي للعرس تاعها تغني عافيه. هذه المغنية كان عندها مواعيد بزاف، قالت لها ما نقدرش، واكدت معها هذه المرة وقالت لها لازم يكون عرس بنتي بالحضور تاعك. بقات معها هذه المرة حتى خلاتها تقول لها ايه، تقبل لها باش تروح ليها. بصح كي طات لها العنوان هذه المرة، هذه المغنية ما عرفتش وين يكون هذه البلاصة لأنها ماهيش معتادة تروح ليها، لكن مع هذا وافقت لأنها على حسب ما حكت لها المرة اللي جات ليها، قالت لها باللي هذه بنتي من المعجبات تاعك اللي راح قادرة تموت إذا ما سمعتش الغنى تاعك في العرس تاعها. حبت تكون معها في هذيك الليلة. المهم وصل النهار تاع العرس هذا، وجابت الفرقة تاعها هذه المغنية وقررت أنها تروح لهذاك العنوان اللي مدته لها المرأة. بقات تسأل وتتبع في هذاك العنوان حتى وصلت لواحد الفيلا كبيرة. بصح هذه الفيلا ماشي كما أي فيلا، هذه الفيلا جاية ستيل تاع قديم تاع بكري وكبيرة وتبان مهجورة ومظلامة، مش أجواء تاع عرس. يعني الإنسان كي يكون عنده فيلا وراح يدير فيها عرس تشوف الأضواء وتشوف أشياء عادية، لكن هي شافتها فيلا تبان مهجورة. الإنسان اللي يدير عرسه تكون في فيلا جديدة، فيلا قابلة باش تكون عرس، لكن هذه فيلا من قديمة وتبان مهجورة. لكنها قالت عادي، المهم كاين ناس وكاين مدعوين، انا عادي نروح ندير العرس تاعي، انا ما يهمنيش يديروها في فيلا قديمه ولا فيلا جديده، ما يهمنيش. دخلت هي والفرقه تاعها، فرحت هذيك المراه اللي جات ليها وقالت لها باللي ارواحي للعرس تاع بنتي، لقيتها في الباب تستنى فيها، فرحت بها واستقبلتها وقالت لها ادخلي، طات لها داتها للغرفه تاعها اللي تحضر فيها روحها. مع ذلك انها كي دخلت للغرفه لقيتها غرفه مليحه، يعني غرفه كبيره واسعه وفيها الاشياء اللي تساعدها باش تقدر توجد روحها باش تغني. راهي قاعده في الغرفه تاعها حتى جات ليها واحد المراه، نقولوا طفله ماشي مراه، بصح غريبه بعض الشيء. جات فرحت قالت لها مانيش مأمنه كي راكي في عرسي، هذه هي العروسه. قلت له مانيش مأمنه كي راكي في عرسي. وصافحتها هذه المرأة، ما سلمتش عليها، صافحتها. يعني إنسان معجب بواحد يروح يسلم عليه يحضنه، لكن هذه صافحتها فقط. المهم كي صافحتها حست هذه إنسانة راح تتزوج، يعني جديدة وتكون على الأقل موجدة روحها. كي صافحتها حست بيدها خشينة، ماشي كيما أي إنسان ولا أي مرأة، حست بيدها خشينة، يعني الملمس تاع يدها خشين. استغربت، لكن قالت ثاني كيما قالت على الفيلا المهجورة، قالت أنا ما يهمنيش، أنا غني في هذا العرس ونروح وخلاص، ما يهمنيش، أنا نغني في عرسي ونروح.
في هذا العرس والروح. قعدت مع الفرقة تاعها في ذيك الغرفة ووجدوا رواحهم، ومن بعد الحق الوقت اللي يخرجوا باش يغنوا فيه. الغريب انه الاعراس في المواقيت العاديه يبداو العرس على 8 تاع العشيه، على 9 تاع العشيه. هما شرطوا عليها انها تبدا تغني على الساعه 12 ليلا. استغربت كالعاده، لكنها قالت كالعاده انا ما يهمنيش، انا نفوت الليله تاعي ونروح لداري وندي دراهمي ونروح وتفرح هذه المعجبه. المهم لحقت الساعه 12 تاع الليل، من بعد بدات تسمع في اسمها يعيطوا لها باش تجي تغني. المشكل انه اصوات كثيره تعيط لها باش تجي تغني. خرجت هي والفرقه تاعها من هذيك الغرفه. كي خرجت من الغرفه شافت امر غريب. الكولوار اللي دخلت منه باش يهون نفسه اللي عاودت فتحت الباب وخارجه ليه. من بعد قالت بلاك انا ما انتبهتش كي كنت داخل. راحت بقات تمشي مع هذيك اللي جات تديها لقاعه الحفلات، قاعه تاع الحفله اللي دايرين فيها الحفله. راحت تمشي، وصلت القاعه تاع الحفله، لقيت العروسه قاعده في بلاصتها وكاين المدعوين وفرحانين. بدات قعدت في بلاصه هذيك المغنيه هي والفرقه تاعها وبدات تغني وبداو يشطحوا. الاجواء عاديه كما اي عرس، يشطحوا ولكن يشطحوا ويضبحوا باصوات يعني غير عاديه. الناس تشطح وكذا، لكن هما يشطحوا ويضبحوا باصوات غير عاديه وهستيريه، يعني شيء غير عادي. المهم حكمتها الريبه هذيك المغنيه، قررت انها تحبس. من بعد خافت، تقول لك كنا نحبس الاشياء اللي غريبه اللي نشوف فيها، يعني خليني نكمل مادام راهم يعاملوا فيا معامله حسنه، نكمل العرس تاعي هذا ونروح. بقات تغني هذيك المغنيه، بقات تغني. من بعد ساعه، واحد الساعه، ساعه ونص، قررت انها استراحه. قالت لهم راح ناخذ استراحه شويه، تعبت. قالوا لها معليش. راحت هذه المغنيه، طلعت رجعت للشومبره تاعها. كي رجعت للشومبره تاعها في الكولوار هذاك شافت انسان ولا على شكل مرأة واقف عند الباب هذاك تاع الغرفه هذيك، لكن بوجه غريب جدا، يعني وجه مخيف جدا. بقات تمشي وذا الانسان يمشي 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 يمشي، لحقت للغرفه تاعها بقى واقف عند الباب. هذاك الانسان قال لها ضغط غادري هذا الحفله. بدات تقول له علاه خسرت، ما لقيتوش هذا الانسان. كي دخلت للغرفه لقيته في الغرفه تاعها. قال لها قلت لك تغادري هذه الحفله. خافت، رجعت تجري. كي رجعت تجري ما عرفتش الطريق تاع العوده. بعد لقات دروج، لقات هذا الانسان قال لها غادري منا قلت لك. بقات تجري هذيك المغنيه، تجري 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 وتضبح، سلكوني سلكوني، طق لقيت روحها في القاعه تاع الحفله. كي دخلت لقيتهم كامل فرحانين بيها، يقولوا ارواح رجعي تغني، ارواح رجعي تغني. ولكن كي راحت لقيت واحده من الفرقه تاعها طايحه في الارض وتضبح، ومتداورين بها صحاباتها. راحت تجري، قالت لها وش بي؟ قلت لها راني حاسه بلي امر غريب، راني شفت انسان وقال لي غادري ذي الحفله. قالت لها انا ثاني شفته الفوق. من بعد قالت لها نروحوا ولا كيفاش نديروا؟ هذه قصه حقيقيه في الكويت في القديم. قرروا انهم يروحوا، لكنهم واحده من الفرقه قالت لهم لا كنت تروحوا كش ما يصراكم، مادام الاشياء غريبه والامور راهي هنا غريبه والمعامله راهي لحد الان حسنه، نكملوا العرس تاعنا ونروحوا. عاودوا رجعوا قاعدين يغنوا هذه الفرقه تغني، يغنوا وفجاه هذيك المرة اللي كانت جات ليها في القاعة الحفلة، في القاعة تاع اللي كانت تبريباري في روحها فيها للعرس، فجأة شافتها كي ناضت تحت في ساقيها، مش ساقين تاع انسان، ساقين تاع حيوان. في هذه اللحظة
خرجت هي والفرقه تاعها يجروا، هربوا من هذيك الفيلا، خرجوا يجروا هذوك الفيلا، تبعوهم هذوك الخارج لكنهم ما كملوش معهم حتى لبرا. المهم خرجوا يجروا، بقاو يجروا 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 يجروا، وصلوا لواحد بعيده واحد 200 متر، وصلوا لواحد هكذا كشك، حانوت بكري اسمه كشك. لقاو واحد الراجل كبير في السن، راحوا يجروا يقولوا له يا عمي كيفاش ندير، رانا لقينا هذيك الدار، انا كنا في الدار هذيك العرس واشياء غريبه صاريه فيها. قالوا ما على من راكم تهضروا؟ قالوا له هذيك الفيلا اللي راهي ليه. قال لهم هذيك الفيلا نعرفها باللي واحد ما ساكن فيها، هذيك الفيلا مهجوره من بكري. قال لهم هذيك الفيلا ما فيها حتى واحد. قال لهم هذيك الفيلا ما فيها حتى واحد. اما لا، قالوا له على هذه سماوه عرس الجن. من هذاك النهار هذيك المغنيه قررت انها ما تزيدش تغني، توقفت على الغناء هي والفرقه تاعها، وقرروا انهم يحبسوا هذه الاشياء اللي كانوا يديروها. وهذه القصه واقعيه، تظهر انها خيال لكنها واقعيه وصارت في الكويت. وهذه القصه هي الاولى، وترقبوا الكثير من القصص وانضموا الى القناه حتى تسمعوا الكثير من القصص الواقعيه والغريبه. والسلام عليكم ورحمه الله.